بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني خالص، يا رب تكونوا بخير. خلاص قربنا على السنة الجديدة، يا رب تعودها علينا بخير بإذن الله، واللي كل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له بإذن الله. وأولادنا في الثانوية العامة ربنا يرزقهم الكليات اللي هم بيحبوها، لأن ك- آخر سنة دي سنة ايه يعني، خلاص كده النصيب زي ما بيقولوا. وربنا يكرمهم بإذن الله. تعالوا مع بعض النهاردة عشان ما اطولش معاكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا فضلا وليس امرا في القناة، وتدعموني باللايك بتاعكم. اللايك بيفرق معايا جامد، يعني بيرفع الفيديو وبيفرحني. ربنا يخليكم يا رب. تعالوا هنعمل النهاردة البشاميل بطريقة جميلة جدا في الطواجن، بجد طريقة ممتازة وجميلة جدا. الاكل في الطواجن اللي هي الفخار بتبقى طعمها حلو كده ولذيذة خالص، وخاصة احنا في الشتاء، فبتقعد يعني فترة اطول سخنة. اول حاجة هنقطع بصل عشان نعمل عصاج اللحمة زي ما شايفين. بفضل يعني البصل الابيض. لو ما عندكش البصل الابيض في العصاج استخدم البصل الاحمر، بس الحلو في الطبيخ البصل الابيض. وهنحط معلقتين سمنة بلدي ومعلقتين زبدة، تمام، عشان نطعم صوص البشاميل معانا. صوص البشاميل هنحط دقيق حلو كده وكمية حلوة عشان خاطر ايه الصوص يطلع معانا جميل. احنا هنعمل 3 طواجن، طاجنين وسط وطاجن كبير، تمام. هنحط قوله تقريبا مج دقيق، تمام. ابعدوا عن كلام الشيفات، حط 6 معالق 7 معالق، بيبقى الصوص خفيف خالص وبينزل وما بيبقالوش طعم، تمام. انا بعمل الطريقة دي. كنت في الاول بحمص دي عشان يستوي معايا لغايه ما لونه يصفر، بقيت بصراحه لقيت طعمه ما بيبقاش حلو زي اللي هو بيتغير اللون بتاعه، تمام. فقررت اعمله بالطريقه دي. احط الزبده او السمنه او الزيت، الماده الدهنيه اللي انت عندك، واشوحه تشويحه كده ادي 5 دقايق كحد اقصى، لغايه ما يتمص يعني اللون بتاع الدقيق. انا اسفه، قصدي الطعم بتاعه، ويستوي معايا. بس ما حمصوش وما خلوش يبقى اصفر، تمام. وبعد كده انزلي باللي انت عندك، بالشوربة، بالمرقة، باللبن. بس انا بحبها باللبن خالص بالطعامة، خاصة لو لبن بودرة، انا اسفة قصدي لبن بلدي، تمام. هنحط شوية رشة ملح، تمام، وهنحط مكعب مرقة ماجي، ونحط البهارات بتاعتنا. وتيجي هنا بقى ايه للبهارات بتاعتنا، بجد بجد بتفرق خالص البهارات اللي انا بحطها. ودي بصراحة خلطتي يعني السرية، ما اقولش لاي حد عليها، وبس هقولها لكم انتوا، تمام. دي عبارة عن كزبرة ناشفة، عبارة عن فلفل اسود، عبارة عن كبابة صيني، عبارة عن جوز الطيب، عبارة عن ورق لورو، عبارة عن حبهان، عبارة عن قرنفل، تمام. بجد الخليط ده كله بدمجه مع بعض. معلقة واحدة بس هتأدي الطلب، تمام. اخر حاجة كده تاتش فيها، هحط ايه بقى، هحط اللبن بتاعي عشان خاطر ما تتحرقش معايا، تمام. فهحط عشان ايه معروفة البهارات لو قعدت على نار كتير بيتغير طعمها وبتاع. هحط اللبن بتاعي ويكون كامل الدسم، تمام. الكمية دي هتحتاج من لتر لتر ونص، تمام. انا حطيت لتر او تقريبا اقل شوية، الكمية الموجودة عندي، تمام. اللبن بارد وهي بارد. لو كلكعت معاكي شويه ما تقلقيش خالص، عندك بالخلاط، عندك بالهاند بلندر، عندك بالمضرب اليدوي. بس المضرب اليدوي هياخد معاكي وقت شويه، انا ضربتها بالمضرب اليدوي وبعد كده عدت عليها، تمام. زي ما شايفين حضراتكم البهارات طلعت معايا الوش، ما تقلقيش. اول ما هضرب بالمضرب وهظبط الدنيا كده كله ده هيتفك معاك وهيبقى انسيابي وهتبقى حلوة خالص. نصيحة، ما تخلوهاش خفيفة خالص لان هتنزل من تحت والوش مش هيتغطى معاه. فخليها مش متوسطة، اقل من المتوسط. هنرجع للبصل بتاعنا. لو عايز البصل يتكرمل معاكي بسهولة، للناس المستعجلة ومعاها أطفال صغيرة أو خاصة الموظفين، بتحطي معلقة سكر، تمام، بيكرملوا معاكي بسرعة كده. شوفوا ما شاء الله اتفكت ازاي، زي ما قلت لك بمنتهى السهولة، ما تقلقيش منها. اللي يعني في ناس مثلا زي الموظفين سيدات الأعمال واللي معاهم أطفال صغيرين، يعني نصيحتي لكم عشان البصل بياخد وقت والتقليه وقت كتير في البوتاجاز، ممكن لو انت موظفة أو أمي مثلا جديدة ممكن تعملي العصاج مثلا لو كيلو وتقسميه على 4 على حسب يعني الأسرة بتاعتك، تمام. وبرضو مثلا التقلية الطبيخ، مثلا كل ما تطبخي شوية مثلا
تطبخي مثلا، هتعملي صينيه بطاطس، تمام، احنا عارفين البصل بيبقى شرايح كبيره بتاعه صينيه البطاطس. البطاطس العاديه الطبيخ بتبقى صغيره. كل ما تعملي كميه زودي شويه وحطي منها، خليها تبرد وحطي في الفريزر، بتفضل طازه زي ما هي. وبعد كده انت هتحطي لها شوربه لحمه او فراخ اللي انت هتطبخيه، تمام. دي هتسهل عليكي جدا. بعد كده هحط اللحمه بتاعتنا. اللحمه بتاعتنا اهم حاجه يا بنات تكون فيها ماده دهنيه، تمام، عشان خاطر ايه تبقى طعمها جميل ولذيذ. بمعنى ان انتوا زي ما شايفينها ما شاء الله اللحمه حمرا خالص معايا، هحط مثلا 80% لحمه و20% دهنه، تمام، على حسب. في ناس البصل ده بتحط له ماده دهنيه، تمام، يعني مثلا زي ليه خروف مثلا، ماده دهنيه عادي كده مثلا بتاعه لحمه. انا ما بحبش اكتر الدهن اللي جاي في اللحمه، خلاص على كده، او احط قطع صغيره، تمام، لان انا عملت البشاميل اللي بالزبده والسمنه، فمش عايزاها تبقى تقيله جامد، لا، لان هي مش طبيخ. هنزل بالبهارات بتاعتي زي ما حطيت في البهارات البشاميل، هحط في البهارات ال- البهارات العصاج، وهحط شوية ملح، تمام. كل انت هتحطي في البشاميل ملح، وهتحطي في العصاج ملح، فحاولي تظبطي ملحك بحيث ان ما يتملحش معاكي خالص، وما تنسيش. زي ما شايفين خلاص كده العصاج ما بياخدش معاكي، هي المشكله بس في تحمير البصل، ما بيكملش معاكي 5 دقايق، هتقلبيه الناحيه دي والناحيه دي، وهياخد معاكي اللون الحلو كده الجميل. في ناس بتحطوا ايه البشاميل، في ناس وفي شيفات كبيره خالص بتحط لها طماطم، لكن انا بصراحه مش بحط لها طماطم، تمام. بعملها على كده الطريقه الاصليه الطبيعيه. تعالي بقى ايه، هنعمل طاجن فاخر من الاخر، طعم جميل جدا ومميز وحلو خالص. هنبدا بقى المكرونه زي ما شايفين، سلقتها نص سلقه، تمام. وبعد كده صفيتها من الماء اللي فيها، وحطيتها على طبق كده مفتوح عشان ما تعجنش وما يزيدش سوى عليها، بس ما بغسلهاش للامانه. همسك احط في كل مثلا طاجن معلقتين كبار، تمام، اللي هي زي ما شايفين المغرفه. كل ما تكتري البشاميل، بس اهم حاجه ما يبقاش تقيل، كل ما بيبقى طعمه جميل جدا. والبشاميل النصيحه بتتاكل هي وسخنه. هحط في الطبق ده واحط في الطبق ده، وبعد كده هنزل بالمكرونات من هنا ومن هنا، تمام، وهظبط الدنيا. بصي الحاجات اللي بتتحط فيها اللحمه المفرومه على فكره يعني موفره، ما المفروم بيجيب ما شاء الله كتير خالص، لان بتدخلي بصل وبتدخلي توابع ليها. ممكن تعملي كفته، ممكن تعملي حواوشي منها، ممكن تعملي طواجن مكرونه اللي هي الفرن اللي بالطماطم دي وبالصلصه، ممكن تعملي مسقعه باللحمه المفرومه، حاجات كتيره خالص. فدي بصراحه من ضمن الوجبات الموفره، اللحمه المفرومه ما شاء الله بتجيب زي ما قلت لكم، لانه بتحط لها اضافات ونوع من انواع التجديد. جربيها لو عندك طاجن فخار، واكيد مفيش بيت بيخلى منها. انا بتعجبني خالص. وحاولوا كده تبسطي نفسك وتدلعي نفسك. والايام دي يعني الاسعار غليت خالص، مش علينا احنا بس، على العالم كله. فشوفي الحاجات الاساسيه اللي انت بكل بيت بيحتاجها، وتجيبيها من اول الشهر عشان خاطر ما تحتاجيش في نص الشهر. وربنا يعين الجميع يا رب. احنا عارفين الاسعار غلت مع دخول المدارس والحاجات اللي زي دي، بس احنا نقدر ننظم باذن الله ونعدي وما نحرمش اولادنا من اي حاجه. اشتري طلباتك، اللحوم والفراخ والحاجات والبقوليات والزيت والسكر والرز، الحاجات دي من التموين، وحاجات من يعني من الفلوس، لان طبعا مش كل حاجه يجيبيها من التموين، تمام. وجيبي الحاجات دي عشان خاطر الفلوس ما تخلصش معاكي، لان الاولاد اهم حاجه عندنا، تمام. هي مش هتخلص من السوق، بس الفلوس هتخلص مننا، دروس، مدارس، كهرباء، حاجات كتير كده. وحاولي كل مرة شيل قرش على جنب، بحيث ان انا مثلا يعني رحت اشتري خضار، فضل 2 جنيه 3 جنيه، خلاص كده عايزين نعمل مع بعض، وقولوا لي ايه رأيكم في الفكرة دي. نعمل حصالة كده على قرب رمضان. احنا عارفين رمضان بتكتر العزومات وبتكتر يعني الزيارات، وربنا يعني بيفتح البيوت دايما بالكرم وكده للناس. فالاسعار غاليه زي ما عارفين، فعشان كده عاوزين نعمل تحويشه كده حلو. مثلا تروحي تشتري الخضار، يتفضل معاكي 3 جنيه 4 جنيه 5 جنيه، تمام، وتحطيهم في الحصالة، تحوشي على جنب. تساعدي في أي حاجة في البيت مع أولادك مع زوجك، مثلا حاجات ملابس، حاجات زي كده، تمام. وبرضو تاني حاجة، في حاجات احنا ممكن نساعد بيها في رمضان، ممكن نشتريها من دلوقتي زي العصاير. احنا هنعمل حلقة ان شاء الله. احنا عارفين الشتاء مليان بالفواكه، فهقول لكم على شوية فواكه بصراحة اختراع، جربتها كذا مرة وعملتها. طعم تحفة جدا وحاجات حلوة خالص. وخاصة احنا الجو هيكون
كويس، بس هيبدأ الجو كويس رمضان، بس هينتهي بصيف. تمام، فعشان كده بيبقى اكتر همنا شرب العصاير، تمام، مش الاكل يعني والحاجات اللي زي كده. فاقول لكم على شويه فواكه بصراحه نينجا تحفه كده، اسعار رخيصه خالص، تمام، هتحبوها العصاير دي، وهنجربها مع بعض وتخزنيها لو عندك مكان في الديب فريزر، عندك فريزر مثلا، تحطيها فيها حاجات حلوة خالص. وزي باقي ما بقى الحاجات التانية، عشان خاطر العزومات والحاجات اللي زي كده، هنقدر زي ما قلت لكم نعمل حصالة حلوة وجميلة كده مع بعض ونوفر فيها. بعد ما زي ما شايفين حضراتكم، ارجع لكم للمكرونة بتاعتنا. بصوا يا بنات، هنحط يعني في الوش زي ما شفتوا بيضة، انا حطيت بيضة، وما تقلقيش انا حاطه كمية بهارات رهيبة جدا اللي انا قلت لكم عليها دي، مش هتضيع لك اي زفارة، والبيضة الواحدة مش هتفرق. هنحط طبقة هنا وطبقة هنا، وبعد كده ايه، ما تنسيهاش في الفرن، مش هتاخد 10 دقايق معاكي. ليه؟ ان كل الحاجات اللي فيها مستوية زي ما شايفين حضراتكم. فهدخلها في الفرن كده واظبط الدنيا، وما هتكملش 10 دقايق زي ما قلت لكم، واحطها من فوق. بعد كده دلوقتي تسويها بالمعلقة. تمام، لو عندك في بعض الشيفات بيحطوا اضافات، عايزه تحطي جبن، عايزه تحطي حاجات كده مثلا من فوق كده تخليها كريسب شويه، مفيش مشاكل. في ناس بتحط جبنه مثلثات، تمام. في ناس بتحط الحاجات دي، انا ما بحبش، بحب الاضافه يعني الاصليه كده، هي لوحدها بتديكي طعم حلو كده وجميل جدا، هي نفس الاكل. تمام، بكده خلاص خلصنا، هدخلها الفرن مع حضراتكم. وزي ما قلت لكم هتكملش 10 دقايق، يا رب تعجبكم. اتمنى تحطوا لايك كتير 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 كده، تخبطوا لايك جامد تفرحوني بيه، ربنا يخليكم يا رب، ويسعد ايامكم جميعا باذن الله. وان شاء الله السنه دي تكون حلوه وجميله علينا باذن الله. زي ما شايفين خلاص كده. وحاولوا الطواجن ما تخليش اي حاجه اضافات او اي حاجه فيها، عشان خاطر ايه، ما تتعملش معاكي يعني ما تتحروقش وكلام زي كده. ونصيحه، بعد ما تخلصيه من يعني البوتاجاز، ما تحطهاش على يعني على مكان بارد من سخن البارد، عشان ما تتكسرش معاكي. والطواجن دي جميله جدا، في منها اللي هو السيراميك من تحت، تمام، شفتوا التشتشة والحاجات الحلوة والجميلة جدا. خلاص كده خلصنا. فحلو خالص، داخلين على شتا، تحطي فيها الطبيخ، تحطي فيها الاكل كده، وتتلمي انت والعيلة. اكلات جميلة جدا جدا، وطعم جميل جدا. بجد كانت سخنة خالص، تمام. وكان اتمنى ان افتحها لكم كلها، تمام، ده اصغر واحدة. بجد طعمها لذيذ جدا، يا رب تعجبكم. يعني الفيديو ينال رضاكم، وهي اكلها جميل جدا جدا هي وسخنة. خلاص كده خلصنا، واسيبكم مع نهاية الفيديو. وما تنسوش تخبطوا لي لايك كده يا اعز واغلى مشاهدين لقلبي، ربنا يخليكم يا بنات، وما يحرمنيش منكم يا رب. ويسعد قلبي كل اللي يحط لي لايك، وما يحرمه من اي حاجة يا رب في السنة دي، ويحقق له كل اللي يتمناه. بس انت ايه، اخبطي لايك ليه كده، وان شاء الله ربنا يوريك السعد كله يا رب. خلاص كده اقول لكم باي باي، وربنا يخليكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيبكم مع النهاية.